السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. حلقة جديدة من كلام جمهور. النهاردة هنتكلم عن تحليل مباراة النادي الأهلي ونادي سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري، واللي فاز فيها النادي الأهلي 2-1 وصعد للنهائي ولمواجهة نادي الزمالك. رغم فوز النادي الأهلي إلا أن الأداء عليه علامات استفهام. اول حاجه بدايه تشكيله المباراه، النادي الاهلي بدا في حراسه المرمى بمصطفى شوبير، باك رايت عمر كمال، باك ليفت يحيى عطيه الله، اثنين قلوب دفاع ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، اثنين في نص الملعب كريم ندبد واكرم توفيق، قدامهم محمد مجدي قفشه صانع العاب، على الشمال امام عاشور، على اليمين بيرسي تاو، ومهاجم طاهر محمد طاهر. طبعا احنا سمعنا ان كان في اخبار وتسريبات ان المدرب هيجرب. فرحنا طبعا، يعني لما لقينا الناس استغربت اول حاجه التشكيله، بس قلنا ايه ده، المدرب خلاص عشان ماتش السوبر فهيعمل خطط جديده. المدرب مش هيعمل خطه جديده ولا اي حاجه، المدرب بس ان اتزنق ان محمد هاني اتصاب، فهو احنا عرفنا عدم دلوقتي عدم ليه هو كانش عاوز يلعب بعمر كمال. هو مش مقتنع ان الباكين بتوعه سواء عمر كمال او يحيى عطيه الله ما ينفعش الباكين كلهم يكونوا طايرين قدام. فلما كان في محمد هاني كان في اتزان، فهو ما اجبر انه لاعب عمر كمال. فاحنا توقعنا ان هو مثلا هيلعب بثلاثه ورا على حسب التسريبات اللي وصلت، انه يلعب بثلاثه ورا، مثلا كريم نيدفيد هيكون في وسط قلوب الدفاع اللي هم ياسر ورامي، وهيكون يحيى وعمر طايرين. يعني هو مش عامل طريقه جديده ولا حاجه، ده هو عامل طريقه لانه عاوز مثلا عشان هجوم، يعني ايه، يسد الفراغ اللي هيحصل في هجوم عمر كمال ويحيى عطيه الله. فهو عمل طريقه اللي هو طلع التسريبات طلعت غلط، وهو كان بيلعب عادي كلاسيك اللي هم 4-4-2-3-1. طبعا التشكيله بدايه من حراسه المرمى مصطفى شوبير لازم كان ياخذ دوره في ظل غلطات الشناوي المتكرره. مصطفى شوبير برضه حارس كويس وكان يستحق يلعب، فدي ما عليهاش خلاف. عمر كمال في ناحيه الباك رايت برضه ما عليهاش خلاف. يحيى عطيه الله في الباك ليفت ما عليهاش خلاف. قلبين الدفاع عندك انت رامي ربيعه جاي مجهد من المنتخب وانت مريح عناصر كثير. طب احنا مثلا النادي الاهلي دلوقتي اشرف داري اصاباته كثيره، ويوسف ايمن انت فرضته على اللاعب، انت طلع من عندك خط الدفاع محمد عبد المنعم، فانت اضطريت تجيب مدافعين، اضطريت تجيب مدافع اللي هو اجنبي اللي هو اشرف داري، ومدافع بيعامل معامله المصري اللي هو يوسف ايمن. يوسف ايمن المدرب مش مقتنع بيه، لان احنا طلع وقت ما كان الاهلي بيفاوض المدافع زين بالعيد، المدرب كان عاوز زين بالعيد وقالوا احنا صرفنا النظر عن يوسف ايمن. فجاه راح فشلت صفقه زين بالعيد، فراح رجع الكلام على يوسف ايمن. يعني بالتالي انت اجبرت المدرب على اللاعب، وده اللي بياكد الكلام ده دلوقتي ان اللاعب ما بيلعبش. يوسف ايمن المدرب مش مقتنع بيه. رغم احنا الفيديوهات احنا مش هنحكم على الفيديوهات، والدوري القطري مش القوي قوي يعني، بس يوسف ايمن مدافع من الفيديوهات كان بيلعب كره حلوه، وانت محتاج المدافع بتاعك يطلع بالكوره في ظل اجهاد رامي ربيعه مع المنتخب، وظل اصابه اشرف داري، وفي ظل الناس ياسر ابراهيم ناس الكوره وما عندوش مرونه. كنت محتاج تجرب يوسف ايمن في ماتش زي كده. نيجي لنص الملعب، انت نص الملعب كريم ندبت قعد 3 سنين مصاب في النادي الاهلي، والنادي بيعالجه وبيتحمل تكاليف علاجه. طلع اعاره لفيوتشر، اول هدف جابه في النادي الاهلي. يعني الاهلي قعد 3 سنين بيعالجه، في الاخر اول هدف جابه في النادي الاهلي. كريم ندفد لما كان في فيوتشر، اصلا كريم ندفد انا مش عارف اللعيبه تسمى ندفد وتسمى امبابي وتسمى بتاع، وهو اساسا بيلعب يعني بيكهام. حتى المعلق عامر عبد الله امبارح بيكهام بتاع سيراميكا قال لك ان بيكهام لمس، انت مدافع ليه مسمينك بيكهام؟ فاحنا نثبت اساسا في بدايته في قطاعات الناشئين في النادي الاهلي كان بيلعب مهاجم. حسام البدري راح اعاره دجله، كان فتره ما كان طالع هو جيل رمضان صبحي، كان بيلعب رمضان وينج وهو فيرود. حسام البدري راح هو اعاره وادي دجله، حسام البدري رجعه وكان بيلعب وينج، حصلت عليه انتقادات كثيره. فجاه برضه لاسارتي راح لعب نص الملعب، ثالث في نص الملعب، راح بعدين رجع راح فيوتشر اعاره. اقول لك الحقيقه، هو لما كان في فيوتشر كان لعيب بيلعب وما اتصابش ولا اصابه، وكان تقيل في نص الملعب وكان يستحق يرجع. اقول لكش كده، ما اكذبش عليك، كان يستحق يرجع. زي ما كان يعني هو ليه 3 سنين مصاب في النادي الاهلي، راح فيوتشر بسم الله ما شاء الله ما اتصابش بسم الله ما شاء الله يعني ما اتصابش ولا مباراه. زي باسم علي كان بيتصاب مع انه باك يمين، كان باك يمين كويس، بس راح في مقاولين العرب بيلعب كل الماتشات اساسا وما اتصابش. ما علينا، كان وقتها ساعتها كريم ندفد يستحق انه يرجع النادي الاهلي من فيوتشر بعد المستوى اللي ظهر بيه. كريم ندفد يرجع الاهلي
تتكرر نفس الاصابات وبيتصاب كتير، ويوم ما يرجع ماتش يكون اداؤه مش كويس والمدرب يروح يركنه فتره يرجعه تاني. طب ايه يعني؟ ما هو اللعيب مش كويس خلاص، اللعيب مش مدي النادي الاهلي. جربناه في اعاره وراح رجع اتالق بس مش قادر يدي النادي الاهلي. النادي الاهلي غير، فلنتوا تقيله على اللعيب. عندك مثلا نص الملعب الثاني كان اكرم توفيق. طب احنا النادي الاهلي انت بتلعب باثنين رقم سته في الملعب. طب مين اللعيب اللي هيطلع بالكوره؟ يعني انت النادي الاهلي بتلاعب الانديه الدوري المصريه، انت المفروض تحط النادي، انت فيش غير فكره واحده، تجيب هدف وتنزل تحت الخط. طب انا قلت لك ان رقم سته دي في بعض الاوقات بتنفع اثنين ستات للتامين، بس مركز اثنين رقم سته مين هيطلعنا بالكوره في ظل الضغط يعني ظل الضغط المتقدم علينا؟ يعني لما احنا نكون في ضغط متقدم، يا اما انت بتلعب على فكره واحده، بعد ما بتجيب هدف بتلعبش غير على فكره واحده، ان الفرقه اللي قدامك هتتهاجم وهتندفع، فانت ترجع في الدفاع وتبيس وتسرقها بهدف. طب الفكره دي احنا قلنا محتاجه عناصر، محتاجه ان لعيب مثلا المدافع بتاعك يعرف يطلع بالكوره كويس، واحنا ما عندناش مدافع بيعرف يطلع بالكوره كويس وبيتوتروا. عاوزه لعيبه نص الملعب اللي هم في نص الملعب يكون لعيب قوي، يوقف على الكوره، يدي ثرو باس، يضرب الضغط اللي من قدام، يعرف يمشي بالكوره دريبل، يعرف يرقص، ياخد فاول ويوقف ويهدى على الكوره. الكلام ده ولا عنده اكرم توفيق ولا كريم ندفد. بسؤال الراجل ما اقتنعش بديانج، لان هو خلاص، هو ديانج مش وحش، هو ديانج عاوز يلعب في رقم 8 وديانج مش بيدي فيها. ديانج مش بيدي فيها. الراجل قال لك انا عاوز محمد علي بن رمضان، راجل مركز 8 زي امام عاشور، هو ده اللي هيطلع الفرقه. ما عرفناش نجيب بن رمضان، رحت جبت عمر الساعي لعيب كويس. عمر الساعي جبته من الاسماعيلي لعيب كويس، مش بقول وحش. عمر الساعي المدرب بيحطه بره التسكور خالص، لعيب جايبينه بمليون دولار، عنده 20 سنه، بياخد مليون دولار 50 مليون جنيه، ما بيلعبش. فين الناس نص الملعب؟ فين اللي هيطلعنا بالكوره؟ بتالف في التشكيل. قلنا ما نسمعش كلام المدرب حيين الونجات، ما نسمعش كلام المدرب في كل حاجه. يعني ما نسمعش كلام المدرب مش قاعد، المدرب ممكن يمشي في اي لحظه. اللعيب بتاعك ممكن المدرب يستعند لعيب، زي ممكن احمد عبد القادر، اقول لك احمد عبد القادر لعيب سلبي ومخه ضايعه منه مثلا الكوره، بس بيحل بعض الاوقات في ظل ان انت عندك نقص في الوينجات وما بيلاعبش حد، وهو الراجل ولا مقتنع بالبنوبي ولا عبد الرحمن السكران، البنوبي عبد الرحمن السكران، ولا مصطفى زيكو. وانا بقول لك احمد عبد القادر احسن منهم هم الاثنين. احمد عبد القادر المدرب، يعني احنا مشينا احمد احسن من الاثنين اللي هم عارضينهم عليه مجلس الاداره. المدرب هو اللي جاب رضا سليم، مش الاداره اللي فرضته عليه. اب رضا سليم لاعب محترف، رجع من الاصابه مش قد كده، قلت انا مش عاوز رضا سليم، فجاه في اخر الموسم انت اقتنعت بيه، وانت اللي جايبه لعب بالدولار وبياخد بالدولار، قاعد على الدكه. اما كنا مشيناه انت اللي قلت خلاص خلي رضا سليم. طب بيرسي تاو، مين اللي جدد لبيرسي تاو؟ احنا قلنا بيرسي تاو ماتش و10 لا، ماتش و10 لا، مصابات كتير، اللعيب مش هيديك، انت اللي جددت له. طب احنا داخلين على اهم فتره في الموسم واهم بطولات وكاس عالم وانتر كونتيننتال، ايه لعيب عشان مش عارف امشيه عشان بياخد مليون دولار ومش راضي يمشي، مش راضي يمشي يبقى يقعد؟ يعني حاجه وحشه تقعد وتضر الفرقه، ولا اتصرف زي ما انا جددت له انا اللي اتحمل مسؤوليته واعرف امشيه؟ يعني ده منظر وينجات النادي الاهلي؟ يعني رضا سليم انت اللي جايبه، المدرب هو اللي جايبه، مش مقتنع بيه وما بيلعبش. طب ايه الفكره برضه؟ مشيت احمد عبد القادر، فضات الوينجات. طب احنا هنجيب مهاجم تاني مع وسام. ابو وسام هو هداف الدوري، هيقعد لمهاجم هياخد بالدولار؟ اما المهاجم الثاني انت اولى الداعم في نص الملعب، لعيب مركز 8، او اولى الداعم في الوينجات اللي هي فاضيه. طب انت هتروح تجيب مهاجم ثاني مع وسام؟ طب هل وسام اساسا هيقعد اللي هو هداف الدوري، هيقعد لمهاجم ثاني اجنبي؟ او المهاجم الثاني ده اللي هو بالدولار وهيقبض بالدولار هيقعد لمهاجم ثاني؟ يعني هيقعد لوسام؟ احنا هنلعب باثنين هجوم هنضحك على بعض. اما المدرب بتاعنا دفاعي، في خطه هنعرف ان نلعب بيها باثنين مهاجمين؟ احنا المدرب بتاعنا بيرص اللعيبه ورا الاتوبيسات ورا. طب احنا دلوقتي ايه اللي احنا نفسنا نعرف دلوقتي ليه المدرب، يعني كولر في بداياته بسم الله ما شاء الله مدرب راجل كورته حلوه وبتاع، المدرب ليه اللعيبه بتقلب مثلا على المدرب عاوزه تمشيه، ولا المدرب عاوز يمشي، ولا ايه بالظبط؟ فانا مش عارف هل الاداء ده النادي الاهلي هيقدر يلعب كوره يوم الخميس؟ احنا مش عاوزين تاليف، احنا عاوزين اللعيبه في اماكنها، عاوزين لعيبه في نص الملعب تعرف تطلع الفرقه بالكوره، عاوزين اللعيبه اللي هي مش حاليا مش فت زي ياسر ابراهيم، ما يلعبش، مش فت، مش مرن، ما عندوش مرونه، ما يلعبش، تقيل في الملعب. الاثنين بتوع نص الملعب برضه بتوعك عليهم كلام. لازم واحد 6 واثنين رقم 8 يعرفوا يحركوا الفرقه. امام عاشور ازاي وينج؟ يعني ليه فتره بيلعب هو بدايه امام عاشور وينج،
بس هو ليه فتره بيلعب في نص الملعب، وهو الامل الوحيد انه يطلعك بالكوره تحطه في الوينج. ابو عمر السعب مليون دولار ده لعب كويس، فينه والمدرب بيطلع عليه بره السكور؟ ما في كلام لازم يعني إيه يتعرف ايه اسباب اللعيبه اللي بتلعب واللعيبه اللي ما بتلعبش. بس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.